السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب أولى ثانوي. إن شاء الله النهاردة معادنا مع درس جديد وهو درس الحضارة الرومانية. درس طويل شوية، طويل شويتين، طويل 3 شويات، زي ما أنت عايز تقول، ولكن درس كله أحداث وشوية مواقف كده حلوة. مين ده مستر؟ قال لك الحضارة الرومانية. طب مين الحضارة الرومانية؟ والناس ديت اجت ازاي؟ والناس ديت كانت عايشة ازاي؟ والناس ديت اتأسست ازاي؟ كل ده النهارده هنعرفه بإذن الله، ونعرف كمان علاقتهم ونظام حكمهم وعلاقتهم لما دخلوا مصر، وقد ايه هم كانوا مدينة، لا مدينة روما اللي احنا عارفينها دلوقتي، بعد كده أصبحت مملكة ثم أصبحت إمبراطورية. كل ده النهارده إن شاء الله معانا في الدرس، وعشان ما أطولش عليكم كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. ندخل في الدرس. طيب في البداية قال لك روما ديت كانت عبارة عن مدينة. المدينة دي نحكي الأسطورة، كان في 2 إخوات، تمام؟ الاتنين دول يعني رضعوا من ذئب. حتى احنا دلوقتي اللي بيتابع كورة يلاقي إن علم روما عبارة عن ذئب. قال لك فهنا الاتنين الإخوات دول رضعوا من ذئبة، كانت أنثى طبعا هيرضع. فلما كبروا بدأوا إن هم يفكروا طب ما احنا نسيطر كده على الناس اللي جنبنا، وبدل ما احنا نبقى مدينة واحدة نبقى دولة ومش عارف ايه، ونبقى احنا القادة على الدولة. طيب يبقى هنا روما أول ما هتتوسع مصر توسعت على حساب جيرانها في نفس الدولة، تمام؟ طيب قبل ما نعرف التوسع والكلام ده محتاجين نعرف هي فين روما. طيب روما دي قال لك في دولة اسمها إيطاليا. إيطاليا يا مستر ده إيطاليا دي في أوروبا بالظبط، يبقى هي في أوروبا يعني حضارة غربية. بعد كده قال لي إيطاليا دي فين؟ قال لك في أهو جنوب أوروبا. فكده أنا عرفت إن هي كانت في دولة إيطاليا التي تقع في جنوب أوروبا. جنوب أوروبا يعني عندك بحر اسمه بحر متوسط، يبقى هي شمال البحر المتوسط، تمام؟ فبالتالي سهل عليها توصل للحضارات الشرقية، سواء كان قرطاجة أو مصر أو سوريا اللي هي فينيقيا. اللي طيب تمام يا مستر، وبعدين نمسح لحظة. يبقى هنا عرفت خلاص مين هم بتوع روما. ندخل بقى. قال لك روما دي هتتأسس امتى؟ اتأسست سنة 753 قبل الميلاد اتأسست. طيب يبقى أنا عرفت تأسست روما، لا ديت كده 753 قبل الميلاد. بعد كده هتبدأ تدخل في شوية حروب مع جيرانها. يبقى أول حروب دخلتها هي حروبها مع مين؟ مع جيرانها. يا مستر الحروب دي مع جيرانها يبقى حروب داخلية بالظبط، دي كده حروب داخلية. يبقى أول ما فكرت مدينة روما إن هي تعمل حروب فعملت حروب على حساب جيرانها، يعني حروب داخلية في شبه الجزيرة الإيطالية، هي دولة إيطاليا. بعد كده قال لك طب ما احنا بقى نمشي في البحر المتوسط، ننزل كده. طب هتنزل هتقابل مين؟ من الحضارة القريبة قوي ليهم؟ قال لك حضارة فينيقيا. طب مين في فينيقيا؟ قرطاجة خصوصا. فهننزل على مدينة قرطاجة، هيدخلوا في حرب هتستمر لمدة 100 سنة. فهنا تاني حرب هيدخلوها هي حروب مدينة ايه؟ قرطاجة، اللي قعدت قال لك استمرت حوالي 100 سنة. من سنة كام؟ قال لك من 264 ل 146. احفظ تاريخ 146 ده كويس، ل 146. طيب بعد كده قال لك الحروب دي هتتعرف باسم الحروب البونية. الحروب ايه؟ البونية. طيب يبقى الحروب مع قرطاجة اسمها الحروب بونية. هتقعد قد ايه؟ حوالي 100 سنة. فقدرت روما من خلالها ان هي تنتصر وسيطرت على غرب البحر المتوسط. يبقى اول حروب خارجية عملتها مع قرطاجة مستر. طب اول حروب عموما مع جيرانها في شبه الجزيرة الإيطالية. وكده بدأت ان روما تسيطر على مدينة قرطاجة، فبالتالي تم هزيمة قرطاجة وقدرت روما انها تسيطر على شمال غرب افريقيا. يبقى هي اول توسع توسعته خارج اوروبا كان في افريقيا. فين في افريقيا؟ غرب افريقيا. فين في المدينه؟ مدينه قرطاجه. طيب بعد كده
قال لك هم قرروا ان هم يحاربوا اليونان. دي ثالث حرب. يبقى ثالث حروب قال لك حروبها مع مقدونيا. طيب هتعمل ايه يا عم لما تحارب مقدونيا او تحارب اليونان؟ قال لك احنا هنتدخل في شؤون الدوله، احنا عايزين نعمل كده وندخل في شؤون الدوله. يبقى لما ندخل في شؤون الدوله هنقدر نسيطر على الدوله. فهنا تدخلوا في شؤون بلاد اليونان، وهيقول لك يا عم الحاج احنا هنحول اليونان الى ولايه رومانيه، اذا اصبحت اليونان جزء من روما. يبقى كده روما ضمت اليونان، فاليونان اصبحت او مقدونيا اصبحت ولايه رومانيه. الكلام ده امتى؟ قال لك سنه 146. سنه كام يا مستر؟ 146. يعني يا مستر كده انت لسه قايل ان هم سيطروا على مقدونيا على قرطاجه سنه 146 وهنا كمان 146. قال لك بالظبط. يعني هنا تزامنت مع فتح قرطاجه في نفس السنه. طيب يبقى هم كده قدروا ان هم يضموا جيرانهم في شبه الجزيره الايطاليه، بعد كده هيروحوا الى قرطاجه، بعد كده هيروحوا الى مقدونيا. قال لك بعد كده بقى نتوجه الى الشرق، نمشي في البحر المتوسط. هتروح فين؟ قال لك نروح سوريا. يبقى هنا ثالث حروب هيروحوها، قال لك حروبهم في رابع حروب سوري هيروحوها فين؟ في الشرق. فقدروا ان هم يروحوا يسيطروا على سوريا اللي هي حضاره فينيقيا اللي هم كانوا واخدين جزء منها وهو قرطاجه. يبقى الناس دي قدرت تضم سوريا وهتحولها هي كمان الى ولايه رومانيه سنه 64 قبل الميلاد، يعني بعد حوالي مش بالظبط 100 سنه. بعد كده قال لك هنسيطر على سوريا، نبدا بقى ندخل من سوريا الى مصر. فراحوا مسيطرين على مصر وهيخلوا مصر هي كمان ولايه رومانيه سنه 30 قبل الميلاد. امتى؟ قال لك في معركه اسمها معركه اكتيوم البحريه. مستر انت قلت الاسم ده المره اللي فاتت؟ لا ما قلتوش، بس انت مستر قلت لي ان الرومان سيطروا على مصر من اليونان، صح؟ سوري، من الرومان، صح. طيب يبقى الناس دي قدرت انها تدخل مصر سنه كام؟ قال لك 30 قبل الميلاد. نيجي بقى بعد كده نفكركم تاني بالجمله او بالقصه. كليوباترا راحت انضمت الى واحد من الرومان لانها كانت عايزه تسيطر على روما. اوكتافيوس انطونيوس. كليوباترا انضمت لمين؟ لانطونيوس. من اللي انتصر؟ اوكتافيوس. فهنا اهو تمام سيطرة روما على مصر بعد معركة اكتيوم البحرية اللي انتصر فيها اوكتافيوس على انطونيوس. طيب فلما سقطت مصر قدرت الناس دي ان هم يخلوا البحر المتوسط عبارة عن بحيرة رومانية، يعني أصبح البحر المتوسط ده كله تحت سيطرة روما من كل الجهات، وأصبحت روما هي سيدة العالم بلا منازع. زي مين دلوقتي؟ قال لك زي الولايات المتحدة الأمريكية. تمام؟ فهنا روما كانت هي المسيطرة والسيدة والقائدة على العالم. بعد كده ندخل بقى على مظاهر الحياة الرومانية. ركز بالله عليك. أول حاجة الحياة السياسية. قال لك الحياة السياسية دي مين العاصمة في الدولة؟ هي اسمها الحضارة الرومانية، يبقى العاصمة روما. إيش معنى؟ قال لك لأن دي الدولة اللي نشأت في إيطاليا. طب روما ديت هتمر بكم مرحلة حكم أو بكم نظام حكم؟ قال لك 3 أنظمة. يبقى هنا النظام ده مر بكم نظام؟ قال لك 3. إيه هما ال3؟ قال لك في البداية كان ملكي، ثم جمهوري، ثم امبراطوري. يبقى الحضاره الرومانيه مرت بكم نظام؟ 3. في البدايه ملكي، ثم جمهوري، ثم امبراطوري. مستر ملكي ده زي مصر، صح؟ طب وانت قلت لي جمهوري دوت قبل كده يا مستر؟ قرطاجه. معنى كده يا مستر ان الناس دول تاثروا بحضاره قرطاجه؟ بالظبط. يعني هنا هم تاثروا بحضاره قرطاجه. طيب نيجي بقى واحدة واحدة كده وندخل على نظام الحكم الملكي. نظام الحكم الملكي ده هيقوم على فرد واحد، هو فرد واحد المتحكم في الدولة، في ايده كل السلطات. يبقى هنا النظام الملكي كان بيقوم على ان فرد واحد هو اللي بيحكم ويجمع في يده كل السلطات. انا مستر كل السلطات انت كنت معرفني اول ما الاقي كلمة كل السلطات دي، يبقى هنا الناس دي لم تعرف الفصل في السلطات. بالظبط. يبقى الناس ديت هنا ما عرفتش الفصل في ايه؟ قال لك ما عرفوش الفصل في السلطات. طيب الملك بقى
قال لك الملك ده هيتركز في ايده السلطه العليا للدوله، سواء بقى كانت شؤون دينيه او قضائيه او سياسيه او عسكريه. طب بيحكم كام سنه؟ قال لك مدى الحياه. يبقى الملك ده هيحكم مدى الحياه، سلطته يا عم الحاج لحد ما تموت. طب لما يموت، قال لك هنا بقى النقطه، لو مات هنجيب نائب يمسك مكانه لمده 5 ايام. اشمعنى؟ قال لك على ما ننتخب واحد جديد او نختار واحد جديد. يبقى هنا الملك لما يموت هنجيب نائب يحكم لمده 5 ايام لحد ما نختار ملك تاني. اسف. طيب تاني حاجه هتساعد الملك في الحكم، قال لك الدبانه دي يخرب بيتك، مجلس الشيوخ اللي هو كان ليه اسم تاني اسمه السيناتو. تمام؟ يبقى هنا اللي هيساعد الملك مجلس اسمه مجلس الشيوخ. كم واحد؟ قال لك 300 واحد. طيب 300 واحد من عامة الشعب؟ قال لك لا، من الارستقراطيين. طيب مين الارستقراطيين دول؟ قال لك الناس الاغنياء. اغنياء يا مستر؟ ده الناس دي كده عندها تقسيم طبقي. بالظبط، يعني ده دليل على التقسيم الطبقي. ماشي. طب هل المجلس ده ليه لازمه؟ قال لك والله ده كان سلطه استشاريه للملك. يعني هنا احنا الملك كان بيستشيرهم. طب يا مستر ده كده بياخد رايهم؟ قال لك لا، الملك هيروح يسالهم: عاجبك الجاكيت ده؟ لا مش عاجبني، خلاص هشتريه. عاجبك الجاكيت ده؟ اه عاجبني، خلاص هشتريه. تمام؟ زي مثلا اللي راح يخطب: عاجبك كذا؟ اه الشبكه ده عاجباني، فبتجيبها. انما هنا عاجبك كذا؟ لا خلاص هجيبه. يعني هنا كان صوري ولا فعلي؟ قال لك لا، ده مجلس صوري. مجلس ايه؟ مجلس صوري. طيب تالت حاجه بقى تساعد الملك، قال لك جمعيه اسمها جمعيه الاحياء. يعني ايه الاحياء؟ يعني احنا مثلا دلوقتي كمحافظه، المحافظه ديت فيها شويه احياء، حي كذا وحي كذا وحي كذا وحي كذا. تمام؟ قال لك هم كان عندهم كام حي؟ 30. طيب الاحياء ده هتتجمع وهتصغر وهيبقوا 3. يبقى انا كده عندي في مجلس الشيوخ 300، كان عندي 30 حي، بقوا 3 احياء. فهنا الاحياء كانت مقسمه الى 30 حي، فهنعمل لهم عمليه اندماج لحد ما يبقوا 3 احياء. تمام؟ طيب مالهم بقى الناس دي؟ قال لك الناس دي شبه المجلس، او يعتبر مجلس شعبي. مجلس شعبي بالظبط. تمام؟ طيب اعضائها يجتمعوا كم مره؟ قال لك هو بص، وقت ما الملك يقول لنا تعالوا هنروح. يبقى الاعضاء بتجتمع بامر من الملك. طيب ليه هنجتمع؟ ليه؟ قال لك عشان نناقش الامور اللي تخص الشعب. يعني هنا جمعيه الاحياء هتجتمع عشان الامور اللي بتخص مين؟ الشعب. طيب سؤال ليك وهتكتبه عندك، عليه جايزه مش عارف قد ايه بس هي فلوس حلوه. طيب مجلس او جمعيه الاحياء تتشابه مع مين؟ في اليونان. جمعيه الاحياء تتشابه مع نقط في اليونان. اللي يعرف يكتب في الكومنتات هختار منكم 5 باذن الله. طيب النظام الملكي قال لك مع الوقت هيسقط. طب هيسقط امتى؟ قال لك لما الارستقراطيون يقرروا ان هو يسقط، هيعملوا ثوره ضده. مين الارستقراطيون دول يا مستر؟ اللي في مجلس الشيوخ ال 300 اللي من الاغنياء. فهنا الارستقراطيون قرروا ان هم يعملوا ثوره على الملك. مين الملك؟ قال لك واحد كان اسمه تاركوينوس. يبقى هنا هنعمل ثوره على الملك تاركوينوس. مين اللي هيعمل الثوره؟ الارستقراطيون. يعني مين دول؟ قال لك دول الاغنياء. طيب ليه انت هتعمل على الملك ثوره يا عم الغني ما انت معاك فلوس؟ قال لك الراجل الملك ده اخذ سلطات الارستقراطيون. هل ده مشكله؟ لا مش مشكله. بعد كده قال لك احنا هنعمل سلب السلطه منه ونوزعها على الاغنياء. الله، يعني بنعمل الثوره عشان خاطر الشعب ولا عشان خاطر مصالحنا الشخصيه؟ قال لك عشان خاطر مصالحنا الشخصيه. فهنا الارستقراطيون عملوا الثوره لمصالحهم الشخصيه، بس هيحطوا اسباب. ايه هي يا عم الاسباب؟ قال لك عدم احساسه بمعاناه الشعب. الشعب بيعاني والشاب مش لاقي يجيب الاجهزه، والشاب يا عيني طلع عين اهله ورايح وشغال صبح وليل وظهر وعصر، مش عارف يكفي، ولا عارف يجيب القاعه ويخرب بيت الدبانه، ولا عارف يجيب القاعه، ولا عارف يجيب الشبكه، ولا عارف يجيب الخشب، ولا عارف يجيب الدنيا بايظه. طيب تاني حاجه قال لك الملك ده تعدى على التقاليد الرومانيه. يعني هو الصراحه ما احترمش العادات والتقاليد بتاعتنا، تعدى عليهم، فاحنا مش عايزينه. طب خلاص شلناه.
فتم اسقاط النظام الملكي بفضل الارستقراطيون. فالارستقراطيون بقى هيقولوا ايه؟ احنا بنعلن النظام الجمهوري. يبقى انهي طبقه اللي اعلنت النظام الجمهوري؟ قال لك طبقه الارستقراطيين، يعني الطبقه الغنيه. طب النظام الجمهوري دوت يا مستر كان بيتم ازاي؟ قال لك اهو تعالى بقى تعرفه. النظام ده كان بيقوم على اساس تقسيم السلطات، يعني هنا في فصل يعتبر. تمام؟ احنا هنقسم السلطه، كل واحد هياخد حاجه وهنوزعها بين هيئات متعدده بتتكون من شويه حاجات. طب ايه هي الهيئات دي؟ قال لك قنصلين. قنصلين يعني 2 بيحكموا الدوله؟ قال لك 2 بيحكموا الدوله. السؤال الثاني هتكتب برضه في التعليقات، القنصلان دول بيتشابهوا مع مين؟ ماشي. مين بقى القنصلين؟ قال لك هم 2 من الحكام بينتخبان لمده سنه. يعني انت كده لو مسكت رئيس جمهوريه لمده سنه هتعرف ان انت تعمل حاجه؟ قال لك مش هعرف والله، محتاج لي 13 14 15 20 سنه. فهنا القنصلين دول بينتخبوا لمده قد ايه؟ سنه. طيب هنختارهم من مين؟ قال لك بالانتخاب، لازم نعمل انتخابات. طب مين اللي هيعمل الانتخابات او مين اللي هينتخب؟ الشعب. يعني هنا القنصلين بيتم اختيارهم من قبل الشعب، يعني بدايه تطبيق الجمهوريه او الديمقراطيه. تاني حاجه هتساعده قال لك مجلس الشيوخ، اللي كانوا بيتكونوا من كام؟ قال لك من 300 عضو من الارستقراطيين برضه. بس فوق يا مستر انت قلت لي ان هم ما لهمش سلطه، والسلطه بتاعتهم كانت سوريه، فدلوقتي هم اللي عاملين ثوره، يعني اكيد هيكون لهم سلطه. بالظبط، الناس دي هتبدا انها تدير البلد سياسيا، او هتاخد السلطه السياسيه والتشريعيه والاقتصاديه والعسكريه. ايه ده يا مستر؟ ده اخدوا كل السلطات في ايديهم. بالظبط. فبالتالي مين اللي بيمشي القنصلين؟ مجلس الشيوخ. يعني مين اللي سلطته بقت اعلى؟ مجلس الشيوخ. طيب نيجي بقى بعد كده الجمعيه اسمها جمعيه القبائل. دي طوروا الجمعيه الشعبيه خلوها اسمها جمعيه ايه؟ القبائل. طيب بتنعقد امتى؟ قال لك الثانيه كانت تنعقد بامر من الملك. ده هتنعقد لو اي حد من النقباء دعا ان يلا يا جماعه احنا عاوزين نعمل اجتماع. طيب فهنا الجمعيه بتاعت القبائل هتاخد برضو المشاكل من الشعب توديها للحكومه، تاخد المشاكل من هنا توديها هنا. طيب نيجي بقى على نقباء العامه اللي هم هيجمعوا جمعيه القبائل اهو. طيب نقباء العامه دول ايه؟ قال لك دول حاجه اسمها حلقه الوصل. انا دلوقتي جمعيه قبائل وعندي شعب. طب هل الشعب ده هيتواصل مع جمعيه القبائل او هيتواصل مع مجلس الشيوخ او هيتواصل مع الملك؟ لا الصراحه احنا ما بنقعدش مع الاشكال دي. طيب لازم في حد يكون مرسال ما بيننا. قال لك اهو نقباء العامه، احنا هنجيب نقباء العامه تعرف المشاكل بتاعه الشعب وتيجي تقولها لنا. بعد كده لو احنا عندنا اوامر نوصلها للشعب نقولها للنقباء العامه ينزلوا يقولوها لهم. يعني نقباء العامه كانوا يعتبروا همزه وصل بين الدوله وبين العامه او عامه الشعب. طيب مهمتهم ايه بقى؟ قال لك هينقلوا المشاكل لحكام المدينه، هينقلوا يعني عيال. بالظبط دي مهمتهم. ايه تاني؟ قال لك هيبلغوا العامه باوامر الحكومه. يبقى هم هياخدوا المشاكل من العامه للحكومه، هياخدوا الاوامر من الحكومه يدوها لمين؟ لعامه الشعب. بعد كده قال لك النظام الجمهوري ده الديمقراطيه بتاعته كانت ناقصه. ليه ناقصه؟ قال لك والله هو ما كانش نظام ديمقراطي بالمعنى الكلمه. ليه؟ قال لك لانه ادى الحقوق للعامه ولكن الحقوق ديت المفروض تكفل لهم المساواه. قال لك بالظبط. طيب ايه المساواه بتاعتها بقى؟ قال لك ان المساواه كانت شكليه، شكل بس، احنا ما فيش بيننا مساواه. احنا بنقول يا جماعه ان في مساواه بس هل في مساواه؟ قال لك لا شكليا فقط. بعد كده ليه شكليا؟ قال لك لان دلوقتي انا واحد فقير ولقيت واحد مترشح للانتخابات فقير شبهي، لا مش هنتخبه، ده اكيد داخل الانتخابات عشان ياخد فلوس عشان يظلمنا ويلحق يلم اي فلوس من الشعب. لا الراجل ده شكله هيطلع ظالم، انا هنتخب واحد من الاغنياء. ها يا ابني ده احنا عاملين الثوره عشان نشيل الاغنياء. قال لك هم الاغنياء معاهم فلوس ومش هيسرقوا حاجه من الدوله، فبالتالي احنا كعامه الشعب هنختار واحد من الاغنياء. فهنا عامة الشعب كانوا بيحبوا ينتخبوا مين؟ قال لك ناس من الأسر الغنية، فبالتالي الأشراف اللي هم الأغنياء استولوا على جميع المناصب في الدولة. طب العامة ليها أي نصيب؟ قال لك لا العامة ما لهمش نصيب. يبقى كده في مساواة؟ ما فيش مساواة. بس ده من الدولة ولا من عامة الشعب؟ قال لك من عامة الشعب. طيب فبالتالي هو ظل نظام أرستقراطي زي ما هو. بعد كده قال لك كانوا بيعاني من الديكتاتورية، إن السلطات كلها
تتركز في يد فرد شخص واحد. طب ايه الديكتاتوريه ده عندنا؟ قال لك عندنا الملك فوق. النظام الملكي كان ديكتاتوري. ليه ديكتاتوري؟ عشان كل السلطات في يد الملك. ماشي. بعد كده نيجي على النظام الثالث. قال لك النظام الثالث هو النظام الامبراطوري. طيب النظام ده احنا محتاجين الدرس اللي فات. قال لك والله لما الملك اوكتافيوس بالظبط اللي لسه قايلينه في اول الدرس انتصر على انطونيوس واخذ مصر، بقت امبراطوريه. فيجي مجلس الشيوخ لما يلاقي اوكتافيوس انتصر على انطونيوس هيقول له يا عم اوكتافيوس احنا اعطيناك لقب اغسطس، فبقى اسمه اغسطس اوكتافيوس. يبقى هنا مين اللي اداله لقب اغسطس؟ مجلس الشيوخ. امتى؟ بعد السيطره على مصر او بعد الانتصار على انطونيوس في معركه اكتيوم البحريه. فبالتالي كان اول امبراطور روماني. طب اشمعنى مستر ده اللي بقى اول امبراطور روماني؟ قال لك لان روما دي كانت مقسمه امبراطوريه شرقيه وامبراطوريه غربيه. امبراطوريه شرقيه اسمها القسطنطينيه، والامبراطوريه الغربيه اللي كانت مع اوكتافيوس. طب والشرقيه مع انطونيوس. فالراجل ده هو اللي قدر يجمع الشرقيه والغربيه فبقى معاه الدوله كلها، فاصبح امبراطور وكون امبراطوريه. ماشي. اوكتافيوس شاف ان خلاص احنا لازم نحافظ على روما، وادرك ان الامن القومي لروما يعني السيطره على روما لازم تتم بشويه حاجات. زي ايه؟ قال لك ان هو ينهي الانقسامات بين القاده العسكريين ويخليهم ملتفين حوله. يعني العساكر دول او القاده العسكريين دول كلهم يكونوا بيحبوني، يبقى انا لازم انهي الانقسامات اللي ما بينهم. فقدر ان هو ينهي الانقسامات. بعد كده قال لك احنا لازم نرجع الامن، فلو انا انهيت الانقسامات عملت على اعاده الامن. بعد كده قال لك احنا لازم نحافظ على املاك الامبراطوريه الرومانيه سواء كان في الشمال او في الشرق. فالراجل ده برضه قدر ان هو يحافظ وقدر ان هو يعيد الامن. اخر حاجه قال لك انا راجل بقى بحب العدل، احنا لازم نحقق العداله الاجتماعيه. الله عليك. هيحقق العداله ايه؟ قال لك هيحقق العداله الاجتماعيه للمواطنين الرومان. الحمد لله. نيجي بقى على انقسام الامبراطوريه الرومانيه. قال لك الامبراطوريه الرومانيه دي اتقسمت سنه 395 ميلاديا. طيب الى قسمين، كل قسم اكبر من الثاني. ايه هما؟ قال لك امبراطوريه رومانيه غربيه، امبراطوريه رومانيه شرقيه. طيب الغربيه عاصمتها روما. طب هتسقط امتى؟ قال لك هتسقط على يد البربر سنه 476 ميلاديا. طيب وبكده يبقى انتهت اخر حضارات العالم القديم، خدناها الترم الاول. تمام. طب مين اللي اسقط الغربيه؟ اهو البربر. فانتهت حضارات العالم القديم، وقلنا ان حضارات العالم القديم كان في حضارات في الشرق وحضارات في الغرب. تمام. بعد كده قال لك الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه. مالها الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه؟ قال لك دي كانت عاصمتها اسمها القسطنطينيه. انا فاكرها يا مستر من الترم الاول هي. طيب هتسقط امتى؟ قال لي انا برضه عارف من الترم الاول ده، هتسقط على يد محمد الفاتح. بالظبط. يبقى مين اللي اسقطها؟ قال لك السلطان العثماني محمد الفاتح لما سيطر على القسطنطينيه سنه 1453 ميلاديا. فبالتالي سقطت مدينه روما. تمام. يبقى اخر امبراطوريه سقطت تبع روما الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه. ماشي. بعد كده ندخل على الحياه الاقتصاديه. قال لك روما كانت بتنعم بحياه اقتصاديه كويسه، سواء اراضي زراعيه وموارد طبيعيه وبشريه. تمام. الاقتصاد الروماني كان قائم على الزراعه والتجاره، والصناعه ما كانتش مهمه قوي بالنسبه لهم. يبقى اهم حاجه عندهم كانت الزراعه ثم التجاره. ركز على جانب كده بيقول لك الى جانب الصناعه. يعني هل الصناعه في نفس اهميه الاثنين؟ قال لك لا، هنعرف دلوقتي. طيب الزراعه. قال لك الزراعه هي اساس الحياه في روما، يعني اهم حاجه في روما، اهم حاجه احنا عايزينها هي الزراعه. فمين اللي بيشتغل هناك؟ قال لك كل الافراد بتاعه الاسره والعبيد. يعني هنا كل افراد المجتمع شغالين في ايه؟ في الزراعه. في نقطه مهمه ان الملكيه كانت ملكيه فرديه. يبقى ملكيه الاراضي الزراعيه ملكيه فرديه. ايه ده يا مستر؟ عكس مصر. بالظبط عكس مصر. طب زي العراق؟ زي العراق. يبقى هنا عكس مصر ولكن زي مين او بتتشابه مع مين؟ مع العراق. بعد كده قال لك هنا كان في نقطة إن الطبقة الأرستقراطية هم اللي معاهم أراضي كبيرة.
يبقى مين اللي بيمتلك معظم اراضي الدوله؟ الطبقه الارستقراطيه، وهيشتغل عندهم عدد كبير من العبيد. ايه ده مستر؟ انا فاكر الكلمه دي كويس الترم الاول يا مستر، ده كده بدايه النظام الاقطاعي. هو بالظبط بدايه النظام الاقطاعي، ان عدد كبير من الاغنياء معاهم، او عدد من الاغنياء معاهم اراضي كبيره من الدوله وشغال عندهم الناس على هيئه عبيد. بعد كده اهم المحاصيل اللي عندهم قال لك اهم واحد القمح. طيب وايه بعده؟ قال لك الفاكهه وخاصه الكروم اللي هو العنب. طيب بعد كده قال لك الزيتون، بعد كده البقول زي الفول وزي العدس والكلام ده. ماشي. لما روما هتيجي مصر هيقول لك احنا خلاص لقينا مخزن القمح بتاعنا، احنا هناخد كل القمح اللي في مصر نبعته لروما. فكانت مصر بالنسبه لروما مخزن قمح دائم. بعد كده تربيه الحيوان، قال لك الناس دول هيبداوا يربوا الخنازير. طبعا احنا عارفين الخنازير دول مين؟ قاعدين في ارضنا الحبيبه. طيب والابقار والاغنام عشان ايه؟ قال لك عشان البانها واصوافها وجلودها. نيجي بقى على الصناعه. احنا لسه قايلين فوق هو كتب لي وبجانب الصناعه، فبالتالي الصناعه اقل اهميه من الزراعه، وتمثلت في شويه صناعات كبيره زي قال لك التعدينيه اللي هتستخرج المعادن من المناجم، يعني دي اسمها صناعه استخراجيه. فالناس دي بدات بالصناعات الاستخراجيه. تمام. طيب بعد كده قال لك زي ايه؟ قال لك زي صناعه الادوات وصناعه الاسلحه من الحديد والرصاص والقصدير. يا مستر يعني هم كده بيروحوا جايين ضامين الحديد على الرصاص على القصدير؟ بالظبط. نطلع من دول ايه؟ قال لك هنطلع من دول سلاح اهو، ده كده سيف المفروض. فهنا هنروح حاطين الاسلحه او جايبين صناعين الاسلحه من الحديد والرصاص والقصدير. السؤال الثالث في حصه النهارده، عن كده هنكسب 15 حد. هم مين اللي هيحتاجوا يعملوا اسلحه؟ الملكي ولا الجمهوري ولا الامبراطوري؟ طيب ثالث حاجه يعملوها قال لك صناعه العمله، بعد كده المجوهرات من الذهب والفضه. فهنعمل العمله من الذهب والفضه. طب العمله ده يا مستر هنستخدمها في ايه؟ قال لك هنستخدمها في التجاره. يبقى الصناعه ساعدت النشاط التجاري، يبقى ساهمت في اقتصاد الدوله. طيب بعد كده قال لك هيبقى اعملوا صناعات اسمها الصناعات الحجريه. الاحجار دي جايه منين؟ قال لك مستخرجه من باطن الارض او من المحاجر. طيب ليه يا عم؟ قال لك عشان هنبني مشروعات مختلفه. نيجي من الثالث صناعه، الصناعات الفخاريه. فخاريه يعني بتعتمد على الانهار. بالظبط، صناعه معتمده على الانهار. بس هنا هيعملوا مصانع صغيره للفخار بجانب الصناعات اليدويه. يعني كان في مصانع للفخار وكان في ناس بتعمل الفخار على ايديها. طيب صناعات تانية زي الصبغه وزي الطوب والتجاره وصناعه النسيج. نيجي على التجاره. قال لك في العصر الملكي التجاره دي كانت قاصره او يا دوبك محدوده على تبادل البضاعه. يعني في البدايه كان نظام اسمه نظام مقايضه، كانش لسه اخترعوا العمله. بين مين ومين؟ بين مين ومين؟ قال لك بين الاقاليم الرومانيه. يعني هنا كانت تجاره داخليه وليست خارجيه. نيجي بقى في العصر الامبراطوري قال لك لا، ده هتتطور، النشاط هيزيد. طب مين اللي هيخليه يزيد؟ قال لك اغسطس. مين اغسطس ده يا مستر؟ مش عارفه؟ قلت لك ان مجلس الشيوخ منح اوكتافيوس لقب اغسطس، يبقى هو هنا قصده على اوكتافيوس. ماشي. اوكتافيوس ده هيعمل ايه؟ قال لك الراجل ده هيسيطر على الامبراطوريه الرومانيه بالكامل، فبالتالي الدوله بقت كبيره، فهيبدا ان هو يتاجر في الداخل والخارج، وهيبدا ان هو يامن الملاحه البحريه لانه سيطر على البحر المتوسط. طيب هيسيطر بقى على البحر المتوسط، يبقى الفضل هيرجع لمين؟ قال لك الفضل هيرجع للاسطول. بعد كده هيبدا ان هو يفتح اسواق جديده في افريقيا واسبانيا. رابع حاجه قال لك هيبدا ان هو يدي الفرصه لمدينه قرطاجه ان هي ترجع تمارس نشاطها اللي كانت بتعمله قبل الاحتلال. طب قرطاجه كانت شغاله في ايه؟ في التجاره. يبقى اوكتافيوس او اغسطس هيخلي قرطاجه ترجع تاني الى التجاره. زائد ان هم كان عندهم سفن متطوره بشكل كبير جدا عن السفن اليونانيه.
ماشي. فبكده يا عم البحر المتوسط ده اصبح بحر داخلي ولا خارجي؟ قال لك لا بحر داخلي يا مستر لانه كان بحيره رومانيه. طب هيكون طريق داخلي ولا طريق خارجي؟ قال لك لا طريق داخلي عشان يربط الولايات الرومانيه ببعضها لانهم كونوا امبراطوريه. الرومان بقى بعد كده في الامبراطوريه هيبداوا ان هم يستخدموا النقود. طب اشمعنى؟ قال لك لتسهيل المعاملات التجاريه بدلا من المقايضه اللي كانت موجوده في النظام الملكي. يبقى هم استخدموا النقود عشان يسهلوا المعاملات التجاريه. طب الفلوس دي بتتعامل بين ايه؟ قال لك بتتعامل من الذهب او الفضه او البرونز. احنا خدنا الترم الاول نوع المعدن يحدد اقتصاد الدوله. طيب نيجي على الحياه الاجتماعيه. قال لك روما هتنقسم الى شويه طبقات. اول ناس اسمهم الاشراف، الناس الغنيه اللي ملهاش دعوه بالشعب، دول اسمهم الاشراف او الاغنياء. طيب مين دول؟ قال لك منهم الفرسان، الفارس بتاع الجيش. طيب ومنهم كبار رجال الجيش. فالناس دي هتمتلك السلطه والمال والاراضي الزراعيه الكبيره. تمام؟ طيب ايه تاني؟ قال لك كان لهم كل الحقوق السياسيه براحتهم، الناس دي هتمارس كل حقوقها السياسيه. طب تاني فئه في المجتمع قال لك التجار او الحرفيين. التجار يعني تتشابه مع مصر اللي كانت في الطبقه الثانيه بالظبط، يعني كده هم عكس فينيقيا بالظبط. مالهم دول بقى؟ قال لك دول كانوا جزء كبير من المجتمع الروماني. ليه؟ لانهم هيعيشوا حياه اقتصاديه صعبه. اشمعنى يا عم حياه اقتصاديه صعبه؟ قال لك دلوقتي انا تاجر، كل ما اجي اطلع تاجر الاقي حرب. يبقى مين اللي خلاني اعيش حياه اقتصاديه صعبه؟ قال لك الحروب اللي دخلتها روما. يبقى مين اللي كان بيعاني من الحروب؟ التجار والحرفيين. يبقى مين اللي هيعاني من السياسه الخارجيه لروما؟ التجار والحرفيين. طيب ثالث ناس الطبقه او الناس اللي اسمهم العامه والفلاحين او المزارعين. الناس دول بقى تدخل في صراع، ولكن صراع سلمي مع مين؟ مع الارستقراطيين اللي هم الاغنياء. يبقى هنا دخلوا في صراع سلمي مع الاغنياء. ليه يا عم انت هتحاربهم ليه؟ قال لك عشان اخد حقي. طب انا حق السياسي والاجتماعي. طب مش احنا ادينا لهم حقهم وهم اللي تنازلوا عنه في اول الدرس؟ بالظبط، لان الناس ديت مالهم اغبياء. فهنا هم كانوا داخلين في صراع سلمي عشان ياخدوا حقوقهم السياسيه والاجتماعيه، وبعد كده هيشتركوا مع التجار والحرفيين ويقدروا ان هم يحققوا انجازات كبيره. طيب اخر ناس العبيد. قال لك العبيد دول اسرى الحرب. مستر استنى لحظه، اسرى الحرب ده عندي قبل كده عندي في درس العراق. يعني يا مستر السؤال بتاع العراق بتاع كل او السياسات الخارجيه تؤدي الى زياده الطبقه الرابعه. يبقى السياسه الخارجيه لبلاد روما هتؤدي الى زياده انهي طبقه؟ الرابعه. يعني زياده مين؟ العبيد. ليه يا عم؟ لان احنا لما ندخل سياسه خارجيه يعني حرب، فاحنا دخلنا في حرب فهيجي لنا مين؟ اسرى الحرب. فالناس دي ليهم حقوق؟ قال لك لا دول ما لهمش اي حقوق ولا اجتماعيه ولا سياسيه، فبالتالي هيعملوا ازمه داخل المجتمع الروماني. طيب ده الجزء الاول. باذن الله استنونا في الجزء الثاني، مش هتاخر عليكم ان شاء الله. بعد ما نخلص الدرس ندخل على حل اسئله الدرس. السلام عليكم، استناكم ان شاء الله الحصه الجايه.